السلام عليكم حبايب قلبي. ان شاء الله هنعمل النهارده طاجن الباميه. معانا المكونات بتاعته: بصل، ثوم، صلصه، طماطم، اللحمه طبعا اساسي، معانا فلفل رومي وده اساسي بردك في الباميه، ونص ليمونه بردك اساسي في الباميه وبيديها طعم جميل جدا، ومعانا طبق السلطه الجميل بتاعنا، وطبعا التوابل. هنسلق اللحمه وبعد كده نرجع لكم. حطينا حله على النار، نحط فيها بصلايه، هنحط فيها حبهان مطحون، ورق لورا، قرنفل او مسمار، فلفل اسود. هنحط اللحمه بعد ما تغلي شويه صغيرين مع التوابل. حبايبي بحط مكعب واحد بس ماجي. معانا اللحمه هنحطها بعد ما الميه طبعا غليت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيب الشوربه تغلي، ان شاء الله هنعمل البصله بتاعه الباميه. احنا معانا معلقه سمنه على النار، حطيت لها نقطه زيت صغيره بس عشان السمنه ما تتحرقش. معانا البصل، يعني البصله بتاخد تشويحه بسيطه جدا، هي كده التشويحه اللي بقول لكم عليها تبقى كده، مش اكتر من كده. اروح نازله مقطعه توم قطع صغنونه جدا، ياخد بردك لفه كده او تشويحه مع السمنه والبصل. بصوا اهي كده. حطي مع البصله والثوم شويه قرفه مطحونين، مش كتير، حوالي ربع معلقه بتاعت الشاي، وقلبها. حطي بقى الباميه. ليه حطيت الباميه ما حطيتيش الطماطم؟ عشان الباميه تاخد الطعم كله بتاع البصل والثوم والقرفه اللي احنا حطيناها، تتشوح معاها لحد ما تدبل حاجه بسيطه كده، ونروح حاطينها. الباميه اتشوحت مع البصله، هنجيب بقى اللحمه. حطينا اللحمه وتشوح هي كمان مع الباميه والبصل والقرفه والثوم كله مع بعض كده، عشان تاخد الطعم كله، يعني كله ياخد من بعض. على فكره يا جماعه والله لو جربتوها بالطريقه دي مش هتندموا ابدا وهتعملوها على طول. نسيبها تتشوح شويه وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. انا ما بحطش طماطم مطحونه، انا بحطها قطع زي ما انتم شايفين، وبحط الفلفل الرومي، ويا سلام لو في قرن فلفل حراق يبقى جميله. اعملها ني. معاكي الصلصه، هي دي الباميه الني في ني. ولسه على فكره لما تخلص هنحطها في الطاجن، نحط لها بقى شوربه. نحط لها شويه فلفل اسود، نحط لها مكعب ماجي، ونقلبها ونسيبها تستوي مع بعضها. نعمل الشعريه. هنا الشعريه اصفرت معانا، نحط الرز. نحط ملح، قرفه، بصي شعره قرفه، ميه كده. الرز تقريبا خلص معانا. بصوا اللحمه، بصوا استويه ازاي. كده تقريبا الباميه فاضل لها يعني 5 دقايق كده ونقول نطفي عليها بقى. بس يا جماعه كده الباميه خلصت معانا. نص ليمونه، طبعا لو الليمونه فيها ميه كتير انت بتحطي يعني شويه صغيرين جدا، ما تعصرهاش للاخر. نقلب بقى، وكده الباميه جهزت معانا. بسم الله. نحطها في الطاجن عشان نحطها على الشوايه، يعني تاخد غلوه بسيطه في الفرن وبعد كده نحطها في الشوايه. بس يا جماعه انا فضيت الباميه كلها في الطاجن هنا، هحطها في الشوايه على الفرن قصدي، تاخد غلوه حاجه بسيطه وبعد كده هحطها على الشوايه. بصوا يا جماعه الرز، ايه رايكم؟ طاجن الباميه بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، ايه رايكم؟ وادي الرز بتاعنا، بصوا شايفين فلفله. طبقنا النهارده كان طاجن الباميه والرز والسلطه. يا جماعه
وادي الباميه، بصوا طراوتها. ودي اللحمه اهي، بصوا. دوقها، بسم الله. الله، رائعه، جميله جميله في منتهى الجمال. جربوا الوصفه دي وان شاء الله تعجبكم جدا. اتمنى لو الوصفه عجبتكم تدعموني بلايك، ولو انتم محتاجين اي وصفه تانية قولوا لي عليها في الكومنت وانا اعملها لكم. سلام عليكم.